في قلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة يقبع حمام قديم يعرف بحمام الذهب أو حمام الرميم، مشبع بالغموض والأساطير المخيفة. هذا الحمام الذي اشتهر بلقب خطاف الصبايا يقال إنه ابتلع العديد من الفتيات اللاتي اختفين داخله في ظروف غامضة. سأروي لكم الآن قصتين مرعبتين عن هذا المكان المخيف. القصة الأولى تحكي عن أم وابنتها اللتين دخلتا الحمام في ليلة مظلمة. أثناء وجودهما في أحد الأحواض لاحظت الأم بريق الذهب في قاع الحوض. بجشع لا يوصف طلبت الأم من ابنتها أن تنزل إلى الحوض وتجلب لها الذهب، وبينما كانت الفتاة تمد يدها لتجمع الكنوز شعرت بشيء مرعب يسحبها نحو الأعماق. بدأت تصرخ وتستغيث بأمها، لكن الأم المهووسة بالذهب لم تكترث لصراخ ابنتها، بل كانت تطلب المزيد من الذهب. اختفت الفتاة تماما ولم يبق منها سوى شعرها الذي يطفو على سطح الماء. الأم بعد أن أدركت فظاعة ما فعلت كانت تأتي كل ليلة إلى الحمام لتقص شعر ابنتها الذي ينمو بشكل غامض كل ليلة. القصة الثانية أكثر رعباً. في يوم زفاف إحدى الفتيات ذهبت العروس مع رفيقاتها إلى الحمام للتحضير لليلة الكبيرة. بينما كانت الفتاة تستحم وحدها في غرفة بها حوض كبير، اختفت فجأة داخل الحوض وبدأت تصرخ. هرعت الفتيات لطلب النجدة، وجاء زوجها وأهالي المنطقة مسرعين. أخذ زوجها فأساً وبدأ يضرب جدار الحوض، لكن صوت الفتاة بدأ يبتعد شيئاً فشيئاً حتى اختفى تماماً. منذ ذلك الحين انتشرت هذه القصة بين الناس، وأصبح الحمام مرادفاً للرعب والخوف، مما دفع الكثيرين لتجنب دخوله. هذه القصص المرعبة حول حمام الذهب تثير الذعر في قلوب أهل تونس، وتجعلهم يتساءلون عن الحقيقة وراء اختفاء الفتيات. هل هي حقاً حكايات عن الجن والأساطير، أم أن هناك أسراراً أكثر ظلمة تخفيها جدران هذا الحمام القديم؟ شاركونا ما تعرفونه في التعليقات أسفل الفيديو، لعلنا نكشف معاً لغز هذا المكان.